كلنا عارفين ان السحب الارضي بيتلعب باكتر من شكل وباكتر من اداه. الصح ان احنا نلعب بدي ولا بدي ولا بدي، وايه الفرق ما بينهم؟ يلا بينا نشوف. كده انا بشتغل على نص ظهري على الترابيزيوس بتاعتي جامد جدا بالطريقه دي. واهم حاجه احافظ عليها ان انا ما افضلش رايح جاي، انا ظهري ثابت وبلم قوي واثبت وبروح بلم قوي واثبت واطلع كده بالطريقه دي. ده الصح بتاعها. هنا هستهدف اللاتس بتاعتي اكتر بالطريقه دي، وظهري برضو يفضل ثابت عشان ما اثرش على الظهر من تحت، وده هيبقى غلط جدا اهو. بالطريقه دي انا مركز على نص ظهري وظهري من تحت. دلوقتي هنشتغل على الابر تراب، المنطقه العاليه من فوق اهو بالطريقه دي بالراحه، ظهري برضو ثابت. هنا كده بستهدف اللاتس بتاعتي، وهنا بروح معاها واعمل استرتش على ظهري بالطريقه دي اهو، واروح اعمل استرتش قوي على ظهري. فده بيفرق معايا جدا، دي هتكبر لي مساحه ظهري جدا وهتقويني جدا 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 ويخلي ظهري عريض شكله حلو. وهنا بروح معاها سنه بسيطه عشان اقفل على اللاتس بتاعتي واطلع اهو، اعمل استرتش على اللاتس بتاعتي واطلع.